مرحبا. الحركة الانسحابية لجسم صلب. ميكانيك 2 سنة 3 رياضيات. مثال 1. معنى النقطة إن إحداثيات 0 0 1 في الجملة المتماسكة من جسم صلب يتحرك انسحابيا وفق المعادلات التالية. هاي المعادلات: x او تساوي ساين تي، y او تساوي 2 كوساين تي، و z او تساوي 1. المطلوب تعيين مسار وسرعة النقطة m. الحل: إحداثيات m في الجملة الثابتة O1 x1 y1 z1، يعني معادلات الحركة بنعوض بالمعادلات x1 تساوي xo اللي أعطيتها بنص المسألة زائد xm أيضا أعطيتها بنص المسألة. بعد التبديل طلع معي يساوي ساين تي، هالمعادلة رقم 1. بالمثل y1 بعد التبديل طلع معي 2 كوساين تي، هالمعادلة رقم 2. وz1 يساوي زد او زائد زد ام، يعني 1 زائد 1 أعطيتهم هدول بنص المسألة ويساوي 2، هالمعادلة رقم 3. هدول المعادلات اسمهن معادلات الحركة. طبعا 2 المسار بحذف الزمن من معادلات الحركة. نجد طلعنا x1 تساوي ساين تي، y1 على 2 من المعادلة رقم 2 هون تساوي كوساين تي، بالتربيع والجمع ساين مربع تي زائد كوساين مربع تي يساوي 1. علاقة مثلثات، ويساوي x1 مربع زائد y1 مربع على 4. هاي المعادلة رقم 4. نقاطع المعادلة رقم 4 مع المعادلة رقم 3. هاي المعادلة رقم 3. نجد معادلة المسار اسطوانة ناقصية. اسطوانة ناقصية المبينة بالشكل 1. هاي هو الشكل 1. هاي هو الشكل 1. هاي الجملة الثابتة، وهاي الجملة المتماسكة، وهاي هي الاسطوانة الناقصية. هاي زد او 1 وهاي زد ام يساوي 1. ارتفاع الجزء من الاسطوانة يساوي 2. فيما يتعلق طبعا قاعدة الاسطوانة هي دائرة او مقطعها دائري وفقا للمعادلة رقم 4. هاي معادلة دائرة. بالنسبة للسرعة نشتق معادلات الحركة أعلى، المعادلات 1 2 3. مشتق الساين كوساين، مشتق 2 كوساين هي ناقص 2 ساين تي، ومشتق الزد اللي هي هون 2 ثابت يساوي 0. إذن هاي هي مركبات شعاع السرعة. أشكر حسن الاستماع وشكرا.